الانترنت دلوقتي كم المصادر اللي فيه اكتر من انك حتى تستوعبها، ودي من المشكلات اللي بتواجه متعلمين اللغه. يعني دي مشكله مش ميزه؟ لا. كتر المصادر مشتت. زي انا دلوقتي رايح الشغل كل يوم الصبح وقدامي 8 شوارع اروح منهم، فبفضل واقف حوالي ربع ساعه عبال ما اقرر انا همشي في انهي طريق. مارك لما جه عشان يوفر تفكيره كل يوم الصبح في قصه انا هلبس ايه، مش عارفه عدد التيشيرتس اللي جابها، تقريبا 20 تيشيرت نفس اللون نفس الشكل، كلها نفس اللون نفس الشكل، عشان ما يجيش كل يوم الصبح يفكر انا هلبس ايه، هو نفس التيشيرت على نفس البنطلون وهيروح الشغل. وفر وقت في يومه كتير على مدى الشهر وعلى مدى السنه ان انا هلبس ايه النهارده. طبعا. فكتر المصادر مشتت. فانا لو هبدا لسه اتعلم ما ينفعش اتعلم مع نفسي، لازم يكون عندي شخص بيوجهني ويديني المصادر الصحيحه، عشان ما الاقيش نفسي بقالي يعني يجي ناس بقالي 3 سنين بتعلم من البيت، بقالي 4 سنين بتعلم من البيت، وبيسمع فيديوز في البيت وما وصلش لحاجه. ما هو بيسمع غلط. انا دلوقتي مستوايا 0، فبسمع انترميديت عشان انا فاكر ان هو ده الانجليش، بتفرج على افلام صعبه عشان انا فاكر ان هو ده الانجليش، او انا مستوايا عالي وانا ما اعرفش اصلا ان مستوايا كويس، فباخد الحاجات بتاعه الزيرو عشان عايزه ابدا من الاول. يعني بيجي لي حد يقول لي انا هبدا من الكورس من الزيرو. طب يا حبيبي انت زيرو، انا عايزه ابدا من الاول. طب اعمل له بليسمنت تيست، هو مش زيرو، يطلع ليفل 4. واو. هو مش مقتنع، هو مش مصدق، انا واقع مني حاجات كتير، اما احنا نظبطها فوق، انما ما تضيعش من حياتك 5-6 شهور تانيين في ان انت تاخد دبلوم التاسيس وتاخد 4 مستويات انت اصلا عارفهم، فتعمل في نفسك كده ليه؟ هو مش عارف مستواه ان هو ليفل 4، هو متفاجئ. بالظبط كده. فانا لو عايزه اروح في اي مكان لازم اعرف الاول انا واقف فين، والطريق اللي انا هاخده هو ايه عشان اوصل لايه. صحيح. قيس ده على كل حاجه، على بقى عمليه التعليم، على البيت، على الشغل، على حياتك، على اي مهاره هتكتسبها. اعرف الاول انا الليفل بتاعي ايه فيها، واعرف ايه المناسب ليا عشان اعمله، عشان الرود يبقى صح بالنسبه لي، الطريق اللي همشيه يبقى مظبوط، عشان الطريق ده هو اللي هيوصلني لحد هناك. ما عملتش ده هفضل عمال بخبط من حيطه لحيطه طول الطريق، مش عارفه اوصل ازاي. ممتاز. طيب هيجي حد يسالني يقول لي طب انا ممكن اروح اخد كورسز، تمام، او اروح ادرس في كليات الألسن، اتعلم اللغه فين، وانهي اللي انا ابدا بيه؟ لو انا عايز اتعلم اللغه اروح فين احسن؟ اروح اخد كورس ولا اروح ادرس ألسن من البدايه؟ ده بيتوقف على هدفك. انت بتتكلم عربي، هدفك من تعلم اللغه. انت فلوينت في العربي صح؟ انت علاء فلوينت في العربي، دي لغتي الام. درست في مجمع اللغه العربيه؟ لا. دخلت كليه تربيه او كليه اداب قسم لغه عربيه؟ ما حصلش. لا. تعرف ايه عن النحو؟ عندي معجم في البيت ما بفتحوش احيانا الا لو احتجت كلمه معينه. تعرف ايه عن النحو وعن الفقه وعن الحاجات اللي ليها علاقه اللي درسته في المدرسه. يعني زي كل الناس اللي في العالم كله، البيزكس اللي الناس كلها عارفاها. ثانك يو سو ماتش، فيري جود. فانا دلوقتي عشان ابقى متحدث للغه، لا طبعا ما ادرسش في ألسن وما ادرسش في كليات تخصصيه. اللي بيدرس في الكليه التخصصيه ده اللي عاوز يعرف تفاصيل علم معين، يدخله ياخد تفاصيله عشان يدرسه، عايز يعمل فيه ماجستير ودكتوراه. ثانك يو. انما انا عشان اتعلم لغه مش مطلوب مني ان انا ادرس في كليات التخصص دي خالص. ده لو انا عايز يبقى ده شغلي، امتهن الجزء ده في حياتي بقى، ابقى محترف بمعنى ادق. بالظبط. في ناس بتسافر، في ناس كتير بلوجرز وناس بتعمل فيديوز على مستوى العالم، بيتكلم 10 لغات و3 لغات و5 لغات، بيسافر كل بلد يقعد فيها سنه، يرغي مع الناس، يتعامل مع العامه في الشارع، هوب بتعلم اللغه، بقت معاه لغه، يمارس اللغه شويه، خلاص بقى بيتعامل مع الناس. ما هي لغه، بس هو يعني تواصل. لو عمل كده مش هيعرف يكتبها او يقراها او يتعلم بيها، يعمل ماجستير مثلا او يدرس. مين قال؟ يعني هو لو راح عمل معايشه سنه. انت هتعمل ماجستير في اللغه ولا هتعمل ماجستير في اي حاجه؟ لا، ماجستير في حاجه لكن باللغه دي. ما ايه المشكله؟ الكورس يستغنيك عن ده. انا ممكن اقعد باخد كورس سنه. ما هو الناس اللي بتسافر بره مصر، الناس اللي بتهاجر، انت عايز تقنعني او تقنع نفسك او حتى اللي بيشوفونا، الناس اللي بتهاجر كل يوم كندا وبياخدوا ايلتس وبيسافروا، دول كلهم ده خريجين ألسن وتربيه واداب؟ لا اكيد لا. الناس دي بتقعد فتره ما من عمرها من سنه ل5 سنين بتدرس اللغه، بتاخد كورسز، بتتعلم، بتشتغل على نفسها، بتقرأ وتكتب، بتشتغل على تيست الآيلتس عشان هو مطلوب منهم سكور معين عشان يعرف يهاجر أو عشان يعرف يدرس بره في أي جامعة أيا كانت. هو عامل له كمان، هم عشان عارفين إن ده مش ضروري، هو عمل لك امتحان عالمي، عمل لك التوفل والآيلتس، امتحانات عالمية عشان الامتحانات دي تقيس مستوى المتعلم في ال4 مهارات، الليسننج والريدنج والرايتنج والسبيكنج، تقيمه بالظبط. هو عاوز منك إن أنت تدرس، فعايزك تاخده أكاديميك، يكون السكور بتاعك كذا عشان يضمن ان انت لما تدخل تعمل ماجستير هنا
الدنيا هتبقى كويسه معاك، هتبقى انت عارف في ال4 مهارات كويس. في ناس بتطلب سكور من اول 5 و5 ونص و6 و6 ونص، معاك لحد سكور 8 على حسب المكان اللي انت رايحه، قد ايه بروفيشنال، قد ايه اللغه فيه صعبه وتقيله. لكن انت مش مطلوب منك ان انت تبقى خريج كليه تخصص عشان تاخد التسليم. يعني في فرق ما بين ان انا ادرس اللغه او اتعلمها عشان ادرس حاجه تانية او اتعامل مع المجتمع او افهمه ويفهمني. وانت في الكليه تدرس علم اللغه، صحيح، مش اللغه. زي المجمع اللغوي حضرتك، يعني المثال بتاع اللغه العربيه ده مفهوم، دي لغه الام، انا ما اتعلمتهاش الا ان انا عايش بيها بالظبط كده.